علمني 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 وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني 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 وخذ بيدي علمني وخذ بيدي. في تونس والعراق يتم افتتاح الموسم الثقافي للبيت الثقافي العراقي التونسي، ومعنا عبر الهاتف الأديب العراقي الكبير الأستاذ علاء الأديب. صباح الخير. صباح الخير أستاذ جمال. أستاذ علاء، يعني الافتتاح الموسم الثقافي الجديد للبيت الثقافي العراقي التونسي، فعاليات كثيرة مطروحة للحديث عنها والتعرف عليها. الله يخليك، شكرا جزيلا لصوت العرب والأنفاق، شكرا جزيلا لمصر العروض. أستاذ جمال، قبل أن أبدأ بالحديث عن الموسم الثقافي الجديد للبيت الثقافي العراقي التونسي، أود أن ألون ببضعة كلمات هذا الجو الجميل، يا ريت لو سمحت. تفضل. نقول بالأحمر أكتب والأخضر، وبعطر المسك وبالعنبر، وبأنعم ريشة رسام، وأرق سطور في دفتر، سأسطر عنك روايات عن أحلى امرأة بل أكثر، وسأعلن أني مفتون لا يهوى غيرك يا سكر. الله، الجمال ده كله يا أستاذ علاء، بس حاجة بيني وبينك يعني شغل حدائق جميلة يعني. الله يخليك. طيب خلينا بقى في الموسم الثقافي. الموسم الثقافي، نحن إن شاء الله سنبدأ الموسم الثقافي لعام 2015-2016 قريبا جدا إن شاء الله، وسيكون ذلك بالتنسيق مع اتحاد الشغل في تونس بنابل. هذا الموضوع سأتحدث لك عنه الآن الشاعرة والروائية التونسية عفاف السماعلي، وبعدها نتحدث عن أنشطة أخرى معكم، لأنه احنا اتفقنا أن نجزء الحديث إن شاء الله. طيب نروح لعفاف السماعلي والصديقة العزيزة نسمعها. الله يخليك، معك السيدة. صباح الخير يا أستاذ عفاف. صباح الخير يا دكتور جمال. أصبح الحوار ومعك ندوة. الله يخليك. قول لنا يا أستاذ عفاف، يعني فعاليات الموسم الثقافي السنة دي. أول شيء احنا الموسم الثقافي 2015-2016 يعني اعطيناه عنوان أنشودة المطر. أنشودة المطر. أنشودة المطر يعني هي عودة قصيدة يعني للسياد، وبحكم انه هذا الموسم بحول الله سيكون مهرجان للسياد في شهر 12 بحول الله. شهر 12، وكمان حتى المطر ليه فايدة، ماء وزرع وثمار وازدهار. وأول افتتاح للموسم هذا سيكون في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في نابل. وسيكون شعارنا للانطلاقة الأولى: طفل المعلم وقفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. تقديرا من السيف دور المعلم في بناء المجتمع. وهذا واستذكارا لأمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا أكيد. أكيد. وهذا النشاط سيكون بداية لأنشطة متعددة بحول الله، يعني أنه ننهي بها عام 2015 ونبدأ بها عام 2016. وبهذه المناسبة ومن خلال إذاعة صوت العرب نود أن نتقدم بشكرنا الجزيل للسيد الكاتب العام لاتحاد الشغل بنابل، وللسيد مدير جمعية صوت الفكر المربي والشاعر فكري زين. وسيكون برنامج هذا النشاط مروحة بين الأنغام والشعب، ومداخلة للدكتور علاء الأديب رئيس الهيئة التأسيسية للبيت الثقافي العراقي التونسي حول دور المربي. وسيكون عنوان هذه المداخلة يعني دور المربي في خلق جيل مثقف وريث للحركة الأدبية. ممتاز. يعني هو أنا والله سعيد جدا من ساعة ما بدأنا
حوار النهارده في صباح الخير يا عرب في صورة العرب يوم السبت النهارده 24/10/2015. الكل يجمع على الفرصة يعني انتقال القيادة إلى الشباب وجيل الشباب وخلق جيل يعني يستطيع أن يتحمل المسؤولية في المستقبل. هم مشعل الغد هم أكيد. نعم. طيب أستاذ عفاف، يعني اسمحي لي أرجع للدكتور علاء تاني عشان نتكلم معاه عن المسابقة التي سيقيمها البيت الثقافي العراقي القدسي. أوكي، مع السلامة. علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وقدم، علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وقدم، مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها أصعب، مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها أصعب، علمني وإيدك في إيدي خليكي معايا يا سيدي، علمني وإيدك في إيدي خليكي معايا يا سيدي. جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل إصحاب يسألني عليك، جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل إصحاب يسألني عليك، نتمنى نرجع لأصحاب قسمي وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بابي وأنا خالي البال صغري موال، علمني دكتور علاء. اهلا دكتور. يعني بالنسبه للمسابقه التي اعلن عنها البيت الثقافي العراقي. نعم دكتور، احنا المسابقه هذه هي ضمن نشاط اخر لهذا الموسم، ونشاط معرض الكتاب العراقي التونسي الاول الذي سنقوم به. هذا المعرض سيكون يعني معرض مشترك بين الكتاب العراقيين والكتاب التونسيين والكتاب العرب الذين يرغبون بالاشتراك به. هذا دعوة لكافة أدبائنا في العراق وتونس وكافة الدول العربية للاشتراك بهذا المعرض. هذا المعرض طبعا سيكون ضمن أنشطة هذا الموسم، ضمن أنشودة المطر إن شاء الله. ومسموح للمشارك في هذا المعرض بأن يشارك في أكثر من عنوان لكتاب، وفي أكثر من كل ما يعني احنا الحد الأدنى هو نسختين من العنوان الواحد. ما زاد عن نسختين سيباع لحساب الأديب ويأخذ حق ما يباع له. على متن هذا المعرض ستكون هناك مسابقة شعرية اللي احنا بدأنا بها من خلال رابطة المرفأ الأخير المرتبطة بالبيت الثقافي العراقي التونسي. سيكرم فيها الناس الفائزين في هذه المسابقة، والتي هي اقتصرت على الشعر والقصة القصيرة مثل ما تعرف. يعني حتكون المسابقة للشباب طبعا دكتور علاء. شعر وقصة قصيرة. للشباب. يعني للشباب أو للكهول يعني للكبار. هذا إن شاء الله هو نشاط قلت لك يعني حجمه كبير جدا. طبعا مطلوب انك يعني تحمل دفتين، دفة عراقية ودفة تونسية. وإن شاء الله ودفة عربية أيضا كبرى. والله هي احنا شوف دكتور جمال، أنا في العام السابق لما كان لنا لقاء طبعا، وأنا أشكر صوت العرب الدكتور جمال ومن معهم على وقوفهم، هذا الوقوف العربي المشرف مع البيت الثقافي العراقي. والله
احنا عندنا استعداد لكل شيء معاكم باذن الله. اعتبر صوت العرب معاكم ركيزه او عنصر بترتكزوا عليه زي ما بترتكز على الحركه الثقافيه في تونس او الحركه الثقافيه في العراق. هذا املنا في اخوتنا في مصر، يعني مصر يعني مصر العروبه وام الدنيا، يعني هذا املنا بها الذي لا ينقطع ولا يغيب يوما. نعم. هذا النشاط هذا يحتاج الى جهود كبيره ويحتاج الى دعم، ونامل من مؤسسات الدوله في تونس والعراق بانه تقدم لنا ولو الشيء اليسير، لانه نحن نعرف الاوضاع الماديه الان لبلادنا وما نريد هذا الشيء بنظر الاعتبار. هذا شيء. الشيء الاخر بالنسبه لمعرض الكتاب، نحن سنحتفظ بعد الانتهاء من معرض الكتاب باصدارات المشاركين فيه، وسنقوم بفتح معارض او اقامه معارض اخرى في المغرب والجزائر على قدر الامكان بالتنسيق مع الجمعيات المغربيه والجمعيات الجزائريه باذن الله تعالى. عندنا تخطيط بهذا الشكل على 2016 ان شاء الله. هل هذا الكتاب المطبوع فقط ولا الكتاب الالكتروني ايضا؟ والله هو كان يعني بنفسي كان انه يكون الكتاب الالكتروني وجود في هذا المعرض، لكن مثل ما تعرف انه الكتاب الالكتروني يحتاج الى طقوس اخرى للقراءه. صحيح. وطقوس اخرى للتداول. يعني الكتاب الالكتروني للاسف الشديد انه كتاب انترنت. يعني لازم انا اروح. هو يصلح بالمناسبه طبعا من خلال الموقع البيت الثقافي العراقي التونسي، وينفع ايضا للمرفأ الاخير ايضا. والله هو من خلال المجله الالكترونيه ايضا التي تصدر من خلال البيت. حنشوف هذه التفاته جميله انا ما كانت في بالي، لكن انا من الان اقول لك انه الكتاب الالكتروني سيشارك، لكن لا يشارك في المعرض ككتاب. ممكن ان يشارك في الدوره اللي بعد كده، وممكن في الدوره اللي بعد هذه الدوره اللي في سنه 2016 ممكن نعمل ترتيب خاص للكتاب الالكتروني ضمن تهيئتنا لبعض الكمبيوترات والاقراص المضغوطه والى ما تتطلبه هذه معرض الكتاب الالكتروني. حقيقه لم ادخل في تجربتي. نعم. فلذلك يحتاج الى شيء من التدبيرات الاوليه. طيب بالنسبه لمعرض الكتاب، من المؤكد طبعا هناك ندوات ستصاحب هذا المعرض وامسيات شعريه بالمناسبه دكتور جمال، المعرض لو اكتمل عندي نصاب الاعداد المشاركه ساجعله على متن احتفالنا بالسيارة في شهر 12 في مهرجان باذن الله. وانا اعتقد انا متفائل بالنجاح هذا المعرض طبعا. والله الله يسمع منك ان شاء الله. نحن متفائلين جدا وما تخافش، يعني اقول بس توكلنا على الله وربنا يسهل ان شاء الله. الله يسهل. الفكره يعني يمكن بادئه بقالها فتره بسيطه خالص، يعني عمرها قصير، لكن بسم الله ما شاء الله زيوع وانتشار على مستوى بلدين كبيرين كالعراق وتونس. ويعني تبنيت انت العديد من الفعاليات والمبادرات داخل العراق، ورغم ما كان يحدث في العراق الا انك كنت مصرا على نجاح هذه المبادرات. هذا بفضل الاخوه الادباء في العراق. نعم. هذا شيء انا يعني اشكرهم جدا عليه، وهم لا يجارون في هذه بصراحه. نعم. يعني أشيد بهذه المسألة جدا وأحييهم من تونس. طيب سؤال أخير يا دكتور علاء، بالنسبة للجوائز التي رصدت لمسابقة المرفأ الأخير. نعم، بالنسبة لمسابقة المرفأ الأخير الجوائز هي نمط الإبداع لعام 2015، يعني وسام الإبداع. وثانيا هي طباعة كتاب للفائز الأول بمجال الشعر والقصة والومضة الشعرية في بغداد، ويحمل رقم إصدار من الدار الوطنية للطباعة والنشر في بغداد الرسمية يعتمد العراق. دعوة الفائزين إلى مهرجان السياد للحضور معنا في هذا بإذن الله. يعني اسم السياد طبعا سيظل باقيا أبد الظهر، شاعرا عظيما
شاعرا عبقريا كلنا تعلمنا على أشعاره وجيكور في المدينة القصيدة الشهيرة ليه. رجل محبوب وله ريادة وله إمارة بصراحة يعني كان يستحقها. محبتي لحضرتك طبعا وتمنياتي السعيدة للبيت الثقافي العراقي التونسي على هذه المداخلة، وصدقني يعني في الفترات القادمة إن شاء الله من البرنامج أو من عمر يا سادة الكرام إن شاء الله سوف نوالي تقديم ما يحدث في تونس وفي العراق من خلال البيت الثقافي العراقي التونسي. الله يخليك، مش شيء جديد عليكم هذا يا دكتور جمال ولا على المصريين الذين عشنا معهم سنوات طويلة. إن شاء الله وقريبا يقام في القاهرة إن شاء الله وقائع لأحداث البيت الثقافي العراقي التونسي إن شاء الله. أتمنى هذا إن شاء الله دعوة كده قريبة بإذن الله للقاهرة، ونراك دكتور علاء حسين. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الموج يصرخ بي عراق والريح تعول بي عراق